السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم هي قنيدلات نوات كوكو، يجوا بزاف بنان ويذوبوا في الفم، والشكل تاعهم ما نحكي لكمش. التصوير راهو حاقرو بزاف، كي تشوفوها قدامكم تجي بزاف، حتى الشكل يجي بزاف شابه الحبه ومنتفخه وكبيره ما شاء الله، تجي روعه. هذه هي. قبل ما نبدا في الوصفه تاعي نطلب كل وحده مش مشتركه في قناتي تشترك وتفعل الجرس، وخلوا لي اعجابكم وتعليقاتكم للوصفه، ونتمنى تجربوها لخاطش هي وصفه ناجحه 100% من اول مره. نجيب 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، استخدمت هنا مارغرين سول جينيرالمون نخدم بسول ولا ماني. ضفت عليها ملعقه صغيره معمره مليح تاع لافاني، قرصه تاع ملح، وفنجال تاع زيت. فنجان تاع زيت اي حوالي 100 مليلتر تاع زيت نباتي، هذه يكون درجه حراره الغرفه ثاني. ومن بعد نخلط مليح مليح بالباتور حتى يندمج لي مليح هذاك الزيت مع المارغرين. هذه الخطوه بزاف مهمه، ومن الاحسن نخدموا بالباتور باش العجينه، باش هذاك الزيت يدخل مليح مع المارغرين، باش من بعد ما يطلق لكمش الزيت تاعو. نضيف عليهم هنايا 120 غرام تاع سكر كلاصي. من الاحسن غربلوه، انا هنا نسيت ما غربلتوش، مثالي تجيكم نفس النتيجه. ضفت عليهم حبه تاع بيض وزوج صفار تاع بيض، معناتها حبه كامله وزوج صفار. هذه هي يكونوا كامل بدرجه حراره الغرفه، وهذه مهمه باش ينجح لكم الصابلي تاعكم. لازم البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. ومن بعد نخلط ثاني مليح حتى يندمجوا لي كامل المكونات تاعي، ويولي عندي خليط اللون تاعو اصفر فاتح كما راكم تشوفوا. صحة. ومن بعد نجيبو هنا نبداو نضيفو في الفرينة تدريجيا. هنا الفرينة اللي كنت غربلتها من قبل، كما تقدروا تغربلوها مباشرة وتضيفوها للعجينة. هذه هي. وضفت عليهم نصف كيس تاع خميرة كيميائية. من الأحسن تستخدموا الخميرة الكيميائية نوارة، خير من هذيك كريمة ولا كريمية ولا المهم. بعد ضيفوا الفرينة تاعكم تدريجيا وراكم تخلطوا، لا يمو برك العجينة تاعكم ما تعجنوهاش حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية، ما تنشفوش العجينه تاعكم. انا وريت لكم العجينه كيفاش تجي دايره، راهي موضحه في الفيديو، تجي طريه باش هكاك الصابلي تاعكم يجي مبسس ويذوب في الفم. هذه هي. من بعد هنايا الا كان عندكم الوقت، انا هنايا العجينه شغل درتها في رمضان قبل الفطور، درتها مع الحشيه، ومن بعد طيبته مورا الفطور. ثم درتها غلفتها بكامل بغلاف بلاستيكي ودرتها في الثلاجه. من جهه اخرى نجي نحضر لافاس تاعي تاع نوات كوكو. جبت هنا حوالي 250 غرام تاع سكر حرش، ومعاه 250 غرام تاع نوات كوكو. نجيب هنايا الروبو تاعي، روبو ولا اي حفصه طحنوا بها. خلطوا هذاك نوات كوكو مع السكر وطحنوه حتى يولي بودره، طحنوه شويه شويه حتى يولي بودره ينطحن هكا باش يجيكم مليح. لافاس تاعكم تجي شابه، خير من كي ديروا نوات كوكو هكاك مع السكر. هذه هي. ونخلوه بجهه. من جهه اخرى نجيب هنايا 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، ونضيف عليها زاز تاع 2 حبات تاع ليم. هنايا درت 2 حبات تاع ليم فريمون كبار، نحيت منهم البشر تاعهم قشور الليمون. ومن بعد كما راكم تشوفون نحي كامل. هنايا الزاز تاع الليم لازم في لافاس تاع نوات كوكو في هذه الوصفه، يطلق لكم واحد البنه بزاف شابه. كي تولوا تاكلوا فيه تحسوا الداخل بالحشوه تاع الليم، شو تحسوا هذا الكاطو منعش. هذه هي. من بعد نضيف عليهم هنايا ملعقه صغيره تاع لاغوم تاع الليم اللي يجي اللون تاعها هذه اورانج، ولا لا سبتو هذيك اللي تجي لا كولور كلير ديروا هذيك. مي هذه ثاني شابه ما تمد اون كولور للافارس، تمد هذيك لا كولور جون كلير. ومن بعد هنايا ندير هنايا 5 حبات تاع بيض، ولا شوفوا على حسب النوعيه تاع النوات كوكو نتوما. مهم هنايا الحاجه اللي ديروا تقدروا ديروا نقولوا مع الاول 4 حبات تاع بيض، سورتو الا كانوا فريمون كبار ديروا 4. ومن بعد خلطوا ضربوا بالباتر كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبداو نضيفوا في الخليط تاعنا تاع نوات كوكو والسكر تدريجيا ونخلطوا بالباتر. مع التالي الا شفتوا العجينه تاعكم جاتكم بزاف ناشفه، باسكو هاد لافاس لازم تجي هي صح تجي شويه شاده روحها، مي لازم كي تشوها بيديكم تجي تتلاصق بيديكم، تحسوها بزاف طريه وتتلاصق في اليد، حتى تتلاصق في اليد، ما لازمش تجيكم ناشفه. الا شفتوا باللي نوات كوكو تاعكم من هذيك النوعيه اللي يشرب بزاف السوائل،
ضيفوا الحبه تاع البيض مع التالي. كان شفتوا الخليط تاعكم كيما دوك تشوفوا كيفاش يجي، شفتوا بلي جاي يتلاصق وجاي يتلاصق وطري بزاف ويتلاصق في يديكم، ما كله تزيدوا له هذيك الحبه، فهمتوني؟ دونك على حساب الحجم تاع البيضه تاعكم. شوفوا الحشو كيفاش يجي داير، يجي بزاف طري ويتلاصق في اليد بزاف طري. شوفوا كيفاش يجي داير بزاف طري، ما يجيش كيما العجينه متماسك، لا لا. هذه هي. وإلا البيض تاعكم صغير، اما لا من الاول ديروا 5 حبات تاع بيض هكا باش نتفاهموا، كيما يقولك هكا باش تكونوا متفاهمين هكا باش نفهمكم مليح وتفهموني مليح. شوفوا لافارس تاعنا كيفاش تجي لا كولور تاعها، شغل جون كلير، هذيك لا روم تمد فيها هذيك لا كولور بزاف شابه. سمحوا لي الصوت شغل هذا راه جاي من برا. المهم نجيب هنا لي مول تاعي تاع قنيدلات، ولا ديروا اي مول تاع قنيدلات عندكم، الكاري المدورين. انا درت تاع بكري ومن بعد زدت كملتهم بالكاري باسكو ما قامونيش هذو. الله يبارك. شوفوا هذه العجينه دير لكم واحد 47 حبه حتى 50 حبه، دير لكم كميه ما شاء الله. مام هذيك لافاس تقطع لكم تجيكم ديريكت مع العجينه. هذه هي. كما راكم تشوفوا عادي ندير العجينه تاعي في ليمول. العجينه تخلوها ترتاح من الاحسن ثاني، الا ما كانش عندكم وقت ديروها عادي وتجيكم ناجحه. كما راكم تشوفوا شكلوا الحبه تاعكم مليح باش يجيكم الشكل تاعها شباب صراحه. شوفوا كي طيبوها الشكل تاعها يجي روعه. شوفوا الشكل تاعها يغير كي تشوفوها هكا تشهيكم. شو تجي مع كيما لاباط صابلي درنا فيها الخماره، وهذاك الحشو شغل هكا يطلع ما بايش كيفاش يجي هايله. تجي شغل داك الحشو ثاني ينتفخ من الداخل، تجي هايله الشكل تاعها روعه وتجي تذوب في الفم. هذه هي نشكل كامل العجينه تاعي نديرها كامل في ليمول، وما درتيش غير هاد الكميه، كاين كميه واحده اخرى ثاني كيما قلت لكم دير من 47 حتى ل 50 حبه. نجيب هنايا معجون المشماش عادي، معجون تاع مشماش اي ماركه ما يهمش. ندير في القاعده نقولوا حوالي ملعقه صغيره هكا، عمروها مليح نديروا في القاعده في تاع ليمول تاعي. هذه هي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، طريقه سهله. وهذا الكاطو بزاف سهل، كاين اللي يخوفهم وسهل عادي، اي وحده مبتدئه جامده الكاطو ديروا عادي. من بعد من جهه اخرى نبدا نجيب لاباط تاعي، هذيك لافارس هذيك الا قدرتوا ديروها ثاني قبل بوقت تخلوها تريح باش هذاك السكر يطلع كامل العسل تاعو، ثاني ديروها قبل بساعه ولا خلوها تريح، ولا قبل كاع ما تبداو تحضروا الكاطو تاعكم ديروها هي الاولى. ومن بعد نبدا نجيب نشكل كما راكم تشوفوا تلصق في اليدين، تجي بزاف طريه. نشكل هكا كريات صغار وندخلهم في ليمول تاعي، نسوي السطح تاعي نبلع كامل الفراغات باش هذاك المعجون ما يطلعش ويجي الشكل تاعكم متقون، يبقى تحت المعجون وفوقه لافارس، شغل تجي عجينه معجون ولافارس. هذه هي ندير كامل هذيك لافارس تاعي تاع نوات كوكو في ليمول. ومن بعد هذه الخطوه اختياريات، هنا تبغي ديريها تبغي ما ديريهاش. وصراحه انا درتها وعياتني شغل. هنا الكوكاو ايفيلي ديروه من الفوق وديروها يطيب، سواء كوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي. ومن بعد مع التالي كي تجوا ديروا لها تدهنوها بالمعجون يبدا يطير لكم يعييك تما ننصحكم ما ديروهاش، طيبوها عادي كيما راهي هكا. شعلوا لها من التحت على 180 درجه، خلي الفرن يسخن شويه عفوا واحد 10 دقائق ولا، وديروها طيب من التحت. كي تشوفوها حمارت شعلوا لها من الفوق تدي لون مارون كلير، طفوا عليها. هذه هي. ومن بعد نخرجوها دوك تشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي داير. كيما قلت لكم الكاميرا هكاك وماش مبينه الشكل تاعها في الصح كيفاش جا روعه هايل كيما راكم تشوفوا شوفوا خلوها تحمر مليح من التحت ومن الفوق. من الفوق ديروها مارون كلير ومن التحت ثاني خلوها تحمر مليح. من بعد هنا جبت دي كيسات عاديين، تبغوا ديروا لي نابخون هذوك في الكيسات كيما تبغي لي كيسات. المهم ديروها شوفوا مباشره، حاولوا شوفوا كيفاش تطير بكل سهوله. حاولوا مباشره وهما دافيين نحوهم من الليمون باش تنحوا لكم بكل سهوله، وديروهم في الكيسات على هواه. شوفوا كيفاش تجي روعه. هذه هي كما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب معجون المشماش. هنايا فقلت لكم المرحله هذه تاع يعيني هذاك لوز ايفيلي يبدا يطير لي هذاك الكوكاو، درت كوكاو ايفيلي انا. المهم نجيب الحبه وندهنها بالمعجون اللي كنت خففته بالمزهر. جيبوا مزهر ضيفوه للمعجون خفوه شويه، لازم المعجون اللي ديروه من الفوق يجي خفيف. هذا ما كان ندهنوا الحبه تاعنا من الفوق السطح تاعها كامل، ندهنوه بالعجينه بلا فارس كامل.
ومن بعد زينوا، تبغوا تزينوا بهذوك الحبيبات هكا، هذاك اللي يجي ارجون، اللي تبغوا ديروا الارجون ديروا الارجون. انا كان عندي الفيغ، بغيت ندير الفيغ ودرت له ثاني الكرز المعلب، قسمت حبه على زوج ودرته زينت به، والتزيين اختياري كما تبغوا. هذه هي صراحه المهم الشكل تاعو جا بزاف شباب، هايل روعه. هنا هذوما الحبيبات اللي كانوا عندي، هذه الحلوه اللي كانت عندي جايه لا كولور في الفيغ، درتها حسيتها شغل الفيغ مع الغوج راح يخرج بزاف شباب. هذه هي وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش خلوا لي رايكم في التعليقات في الوصفه، وما تنساوش تجربوها وترجعوا تكومونتوا لي ولا تبعثوا لي ميساج في فيسبوك ولا تقولوا لي واش رايكم فيها. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. نتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.